شهد الزمان مولد وزوال حضارات، ممالك تتكون وشعوب تتقاسمها أطماع الحكام. وفي خضم عصر عصفت به الدسائس وشكلته صراعات السياسة، ولد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع وواضع أصول فلسفة التاريخ. من أصول عربية من ديار حضرموت في بلاد اليمن، استوطنت عائلته أشبيلية في ذروة مجدها الإسلامي. وكان الجد الأول خالد رجلا عظيم الشأن، فصغر اسمه على طريقة أهل أشبيلية ليصير خلدون، ومنه حملت العائلة الاسم. شهد أجداده حقبة تدهور الأندلس، فهاجروا محملين بذكريات مجد زال، وتفرقوا بين بلاد المغرب، بينما استقرت عائلة ابن خلدون في تونس، حيث ولد عام 732 هجرية 1332 ميلادية لأب من الوجهاء، وعائلة عرفت باهتمامها بالفكر والعلم والسياسة. وفي تونس صار آل خلدون عائلة شهيرة، حتى صار بيت عبد الرحمن قبلة لكل باحث العلم والمعرفة. وقد اهتم الأب بأن يتلقى أبناؤه العلم مبكرا على يد كبار علماء تونس وشيوخها، ودرس ابن خلدون الأدب العربي والسنة النبوية والفقه الإسلامي وفق المذهب المالكي وعلم الكلام، ثم أكمل بالفلسفة والتاريخ. وكان ابن خلدون وهو ما زال صبيا نابها متميزا، وتتلمذ على يد كبار علماء الثقافة الإسلامية، ومنهم العالم الجليل أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي. وفي 20 من عمره استدعاه أبو محمد بن تفرجين وزير الدولة ليكتب العلامة السلطانية عن سلطان تونس، حيث عرف عنه فصاحة اللغة وروعة الأسلوب، وقبلها كارها. وجاء الفرج أخيرا بهزيمة ابن تفرجين في معركة له مع سلطان تونس المعزول ابن الفضل، ليفر ابن خلدون بعلمه وحياته إلى الجزائر، حيث مدينة بسكرة، حيث تزوج هناك من إحدى بناتها. عندما ذاع صيت ابن خلدون الشاب العالم، أرسل إليه ملك فاس أبو عنان الماريني يستدعيه ليضمه إلى مجلسه العلمي، ثم استعمله ليتولى الكتابة مؤرخا لعهده وما به من أحداث، لينال فرصة لطالما تمناها، وهي أن يكون شاهدا على عصر يصنع أمامه، ليعيد هو قراءته بعين العالم المؤرخ، خاصة أنه عاش في عصر تحولت فيه مراكز القوة والجذب في العالم الإسلامي، بعد أن سقطت بغداد في يد المغول، وأصبحت القاهرة مركزا للجذب السياسي في العالم الإسلامي. وباتت بلاد المغرب ممالك متفرقة وبقايا تاريخ كان مزدهرا يوما ما. وقدر له رحيل آخر، ولكن هذه المرة عابرا للبحر، حيث غرناطة التي وصلها في أوائل عام 1363 ميلادية. وفي بلاط السلطان أبي عبد الله بن نصر ثالث ملوك بني الأحمر بغرناطة اقترب أكثر من دهاليز الملك، بل وصلت منزلته ليكون وزيرا له، وكان وسيطا لصلح تاريخي بين بيدرو الطاغية ملك قشتالة وبين ملوك المغرب. وارتحل ابن خلدون إلى أشبيلية، حيث كان أجداده يعيشون بها، وظل لفترة يسجل ويحلل كل ما كان يراه من أحداث
ومن بقايا تاريخ المسلمين بالأندلس، حتى جاء وقت الرحيل. وظلت الأندلس لابن خلدون حلما لا يغيب عن مخيلته، حتى جاءت الفرصة ثانية ووصل للأندلس عام 1375 ميلادية، ولم يكد يمر العام حتى اضطر للعودة إلى المغرب، فقد استوحشه الأهل الذين تركهم خلفه. وفي هذه السنة وصل ابن خلدون إلى قلعة ابن سلامة، فأقام بها 4 أعوام، وشرع في تأليف كتاب العبر.